وادي عرايسنا الجميله. قدام العرايس الواحد بيتحول الى طفل، كل ذكرياته بترجع كانه امبارح. خاصه عرايس الليله الكبيره الحقيقه. العرايس هي الوسيط السحري اللي بيخترق عقل ووجدان البني ادم، كبير او صغير، في اي حته في العالم، كبير او صغير، في اي سن وفي اي طبعا مستوى طبعا ثقافي وفي اي حته في العالم. حضرتك ده هذا التشكيل من الخامات اللي هو بيساوي جماد وتشعر به في تشكيله في هيئه انسانيه او هيئه حيوانيه او كده، ويتحرك قدام منك، بتشعر بحياه وميلاد جديد من غير ما يتحرك. بص خاطفين القلب من غير ما يتحرك، بالشكل واللون والكتله والملمس. دول اللي عملهم الفنان الكبير الله رحمه الله، الله يرحمه، ناجي شاكر. طبعا تصميم وتنفيذ. نتعرف عليهم بقى. ده احد البياعين في المولد. ده احد البياعين، وده طبعا الشهير، طبعا شجيع السيما، مروض الاسود في السيرك. انا شجيع السيما اهو. ده شجيع السيما، ده مشهور جدا جدا، نجم يعني. ده المعلم حافظ، صاحب القهوه. حافظ، اللي هو العباره الشهيره بتاعته ايه، اللي هي ايه، اللي هيطلب راح يقعد، اللي ما يطلبش يمشي. ده البلديات اللي بيجي من الريف عشان بيحضر مظاهر المولد والاحتفال اللي موجوده. وده صبي القهوه، ايوه، اللي مع المعلم. ده برضو نجم يعني، مش قليل. طبعا ده الاسد بقى، شخصيه الاسد. ده الطبال اللي بيبقى مرافق مع الاراجوز او الملاغي في فقره الاراجوز مع العمده وعلاقته، ده اللي بيبقى موجود مرافق معاه، وبيبقى الملاغي. الغريب ان في بعض الشخصيات خدت اسماء، استاذ صلاح جاهين اداها اسماء، وفي بعضها ما خدوش، واخده اللقب من المهنه. بالظبط، من المهنه. ده البلياتشو بتاع السيرك، اوكي. ودي الرقاصه في طرف الهوا شاشي. لا، دي زفه مش المطهر. طرف الهوا شاشي، زفه المطهر. يا ام المطهر رش الملح 7 مرات. بالظبط. دي بنت البلد، دي بطله العرض بقى، اللي هي بتخش وبتفتتح العرض مع بنتها اللي بتتوه منها من خلال المرور على المناطق ومظاهر الاحتفال اللي موجوده في الحدث في الاوبريت. ده الفتح المصوراتي يعني قد كده. المكتب الصغير اللي كتب عليه الاستاذ صلاح جاهين الاوبريت في نهايه 1959، ان هو يتخيل الشخصيات بالملامح دي، ويجي الاستاذ ناجي شاكر بعد كده يحولها طبق الاصل للروح اللي ارادها صلاح جاهين. عملها صعبه. هو الفنان التشكيلي بياخد النص الدرامي او بيسمع ده كان الاستاذ الاستاذ ناجي شاكر طبعا. كمان الاستاذ صلاح جاهين كان بيسمع او بيقرا ويبدا هو يخلق الصوره دي، ترجمها لرموز بصريه فيحولها. هو الفنان ناجي شاكر عمل شخصيه الراجل بتاع عربيه البومب والنيشان دي، هو عملها بشخصيه الاستاذ صلاح جاهين. وده طبعا ده الريس حنتيره. الريس حنتيره المغني بتاع القهوه. اهو بص بقى الريس حنتيره ده اهو فين اهو. ودي طرف الهوا شاش وانت ما تدراش. وادي ده الحمار بقى اللي كان بيبقى بيتحرك وسط الحاجه. ده مسعد اللي كان مع عماره، شخصيه عماره. انتوا مش متخيلين الشخصيات عن قرب عامله ازاي، يعني بجد الواحد مرتبط بيها ارتباط كبير جدا جدا. ده الشيخ، ده اللي بيبدا معانا بقى من بدايه الاوبريت لاخر الاوبريت، وبيأذن في الاخر خالص عشان يختم الاوبريت باذان الفجر. ده احد الطبالين. الزمن ده آلة الزمن في الموضوع يعني. طبعا. وده الطفل اللي بيروح على عربيه النيشان عشان يضرب، وده ده بيضرب على عربيه البومب. ايوه. ده بياع الحمص. ايوه، حمص. ده احد الاطفال. ايوه. وده طبعا العمدة. ايه؟ العمده. ده احد العازفين. وده الحصان بقى، والولد ده اللي بتعمل له زفه المطهر. ده الطفل الصغير اهو. ايوه. او الفارس راكب الحصان ومعاه الطفل. ايوه. حضرة ده اللي بتاع حضرة الأراجوز. ده يا حضرة الأراجوز قول لي. نعم يا عمدة، عايز ايه؟ ادي تعريف للشخصيات. جميل جدا. نرجع
يعني مش عايز اسيبهم والله. مش عايز اسيبهم حقيقي. عموما تعالى بقى نشوف العرض هيبدا كده من فوق، نتفرج على تحريك العرايس مع الاسطوات الكبار. اوكي اتفضل.